الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وليلة مباركة من لياليكم في شهر رمضان المبارك، في ليلة 29 من هذا الشهر لعام 1443 من الهجرة النبوية الشريفة. هذه الليلة سنتحدث فيها عن أحكام العيد ومشروعيته وسننه ومستحباته. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وفيها يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ فقالوا: عيدانهما في الجاهلية يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بعيد الأضحى وعيد الفطر. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والنسائي وأحمد في المسند. انطلاقا من هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل شرع لنا عيدي الأضحى والفطر. عيد الفطر يأتي بعد عبادة الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد عبادة الحج. وهنا أسرار ومقاصد عظيمة يرميها لنا الشارع الحكيم ويوحيها إلى قلوبنا، وهي أن للمسلم الحق أن يفرح بما أعطاه الله عز وجل وبما وفقه من العبادة والطاعة والإقبال عليه سبحانه وتعالى. فهذه هي الحقيقة، الفرحة الحقيقية والفرحة الصادقة والفرحة الكبرى، حينما يخرج المسلم من الطاعة بقبول وعتق رقبة ورفع درجات. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن هذه الأعياد أعياد عظيمة فيها توسع للمسلم أن يلعب وأن يقترف المباحات وأن يفرح الأهل والأبناء، ويبين في هذه الأعياد الفسحة والبهجة والسرور. ولكن من الواجبات على المسلم أن يتعرف أحكام هذين العيدين. في العموم كم عيد للمسلم، وكيف يصلي، وكيف يخرج، وكيف يعود، وكيف يهنئ، وكيف يرد على من هنأه، وكيف يكون في هذا العيد قلبه سليما على إخوانه، وكيف يكون ذا صلة رحم. وهكذا هناك معاني كثيرة ومقاصد عميقة نعرضها على الشيخين الجليلين الشيخ حسن سلمان والشيخ محمد عبد الله، مرحبين بهما في قبولهما لهذه الحلقة المباركة. كما أن الترحيب موصول بكم مشاهدي الأكارم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأن يوفقنا وإياكم في هذه الحلقة في غيرها للاستفادة والمتعة
وأن نكون ممن يذكرهم الله عز وجل عنده يوم القيامة. فبداية الحلقة نبدأ فضيلة الشيخ حسن سلمان. الشيخ حسن حياكم الله. أهلا وسهلا. مفهوم العيد ما هو وما المقصود منه؟ بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. العيد عموما يندرج في الشعائر، ومن شعائر الأمم. لكل أمة عيد، سواء كانت هذه الأمة أمة مسلمة أو غير مسلمة، على كل درجة الأمم عموما على أن تكون لها أعياد ومناسبات وشعائر، وتدخل بشكل عام من خلال هذه الأعياد في تحديد هويتها. يعني مسألة العيد ليست مسألة عادية أو بسيطة، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عدها من شعائر الأمم وما يميز كل أمة عن الأمم الأخرى. فنحن ميزنا الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعتمد الأعياد التي كانت في الجاهلية، بل اعتبر تلك الأعياد لا صلة لها بالإسلام، وحدد الأعياد الدينية التي يعني ترتبط بهذه الأمة، وهي ارتباط هذه الأعياد بالمناسبات الشرعية التي ذكرت، اللي هو فريضة الصيام وفريضة الحج. ومسألة العيد من العود، أنه شيء يعود عليك كل عام أو يعود عليك بين فترة وأخرى، فعودته بين فترة وأخرى أخذ منها مسمى العيد. وهو في الشعائر، وهو من الشعائر فيها يعني ختم بالنسبة لنا نحن، فيها ختم لأعمال كبيرة وأعمال صالحة، يعبر فيها الإنسان عن فرحته، ويعبر فيها كذلك عن انتقاله إلى مرحلة جديدة عما كان عليه في الفترة السابقة. وبالتالي العيد يرتبط كما تفضلت، يرتبط بالفرح، ويرتبط كذلك بالشعائر. يعني الأعياد عندنا ليست مفصولة عن بعدها التعبدي، يعني أنت فعلا كنت في عبادة وكنت في صيام وكنت في قيام وكل شيء، لكن يحصل لك الآن ترويح، يحصل لك نوع من الترويح ونوع من الانتقال من الحالة الصارمة والجدية التي كانت تصاحب الإنسان خلال الشهر، بنوع من الترويح على هذه النفس، ومراعاة لطبيعتها، الطبيعة البشرية التي ذكرنا يمكن في واحد من الحلقات أنه الإنسان له شرة وفترة. فإذا اعتبرنا فترة رمضان كانت فترة الشرة، يمكن بعد ذلك أن يحصل نوع من الانقطاع أو الفتور النسبي، لكن هذا الأمر يجعله الشارع منظما ومرتبا بأن يكون ختاما لفترة طويلة جدا مرتبطة بفرحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرحة لعله تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: للمؤمن فرحتان، أو للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره قد يكون فطرا يوميا فله فرحة عند الإفطار، ولكن الفرحة الكبرى في رمضان هو ترتبط بالعيد اللي هو عيد الفطر المبارك. وبالتالي هذه الفرحة من مقدمة إن شاء الله لفرحته الكبرى، فرحة يوم فطره، وفرحة يوم لقاء ربه. فهذه الفرحة مرتبطة على كل بهذين العيدين، وفيها كما تفضلت ختام على كل لأعمال كبيرة وأعمال جليلة عاشها المسلمون لفترة، وفيها من الحكم العظيمة العشر الأواخر في رمضان، العشر الأوائل في ذي الحجة، كلها سبحان الله جعلها الله سبحانه وتعالى متضمنة لرحمته، متضمنة لفضله، متضمنة لرفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يقول الله سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني ما يجمعه الإنسان في هذه الحياة كثير من أموال من غيرها، لكن أعظم ما يعني يفرح به الإنسان هو أن يختم أعماله بالصالحات، وأن يكون ممن عبد الله سبحانه وتعالى. جميل. ذكرتم شيخ حسن في معرض كلامكم أن جميع الأعياد الجاهلية أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا في واقعنا أعياد كعيد الأم وعيد الطفل وعيد العمال والعيد النبوي وعيد العرس وعيد الميلاد. أكرر أيضا هذه الأعياد ما حكمها؟ يعني لو أراد إنسان أن يتذكر عيد زواجه مثلا، فيقدم لزوجته هدية وهي قد تستقبله في البيت وهي لابسة فستان العرس،
وأيضا يعني تغير شيء من الجو في البيت، يتذكرون أول يوم حصل فيه الزواج، ويتكرر هذا كل عام. ما حكم هذا؟ كذلك طبعا الشيء مشهور بين واقع الناس، عيد الميلاد وعيد العيد الأم وكذا، لا يحتاج إلى تكرار. هذه الأعياد التي الآن الناس تتسابق إليها حقيقة، بل ويحرصون أشد الحرص. هناك يعني يخصصون في المطاعم جلسات وأجنحة خاصة لهذه الأمور. حكم ذلك في الشرع؟ والله يا أخي، أول موضوع الأعياد، نحن خلينا نتفق على أن الأعياد الدينية المعروفة عندنا هي هذين العيدين، ليس لنا أي عيد ديني غير هذين العيدين، يعني دي القاعدة الأولى. جميل. القاعدة الثانية مسألة دخول البدع بعد ذلك في العبادات أو في العادات، وهنا مذهبان عموما للعلماء. منهم من رأى أن البدعة تدخل في كل القضايا، تدخل في العبادات وتدخل أيضا في المعاملات والعوائد. فمن وسع بهذا الشكل كل الأعياد هذه التي نتكلم عنها أدخلت في مفهوم البدعة، أدخلت في مفهوم البدعة وأدخلت في المحدثات. جميل. وبالتالي منعت من هذه الزاوية. الطرف الآخر يرى والله يا أخي نحن نضيق مفهوم البدعة فنجعله في الشعائر فقط، لا ندخله في المعاملات، لأننا إن أدخلناه في المعاملات ستحصل لنا إشكالات واسعة. لكن يقولون هذه الأعياد أيضا البديلة ننظر إليها، هل هي والله أعياد أو ممارسات نابعة من داخل المجتمع الإسلامي، أم أنها وافدة إليه وبالتالي يخشى أن تكون تبعت فيها الأمة الإسلامية غيرها وتشبهت بالآخرين. فعندما تتشبه بالآخرين هنا الشريعة أيضا لها موقف، من تشبه بقوم فهو منهم. فستلاحظ بأن هذه الأعياد معظمها أنها أعياد وافدة لم تنبع من داخل المجتمع المسلم وأعرافه وتقاليده وكذا ومفهومه للدين، ولا تخلو من الميول الديني أيضا، لا تخلو بطبيعة الحال. لو رجعت لا تخلو خصوصا عيد الأم. نعم، لو رجعت إلى جذور هذه الأعياد ستلاحظ عيد الحب، عيد الأم، عيد، هذه كلها لها علاقة بنواحي دينية عند القوم. ولذلك ابن تيمية عليه رحمة الله لما تكلم في قضايا الأعياد وشدد فيها قال لأنها لا علاقة بالشعائر ولها علاقة بهوية الأمة وعقيدتها، فما نستطيع أن نجرد الأعياد من هذا البعد الديني. وبالتالي على كل ننصح بأن المسلم عليه أن يجتنب أي شكل من أشكال الأعياد التي لم تنص عليها الشريعة، وعليه أن يكون ملتزما بالأعياد الشرعية التي وردت في الأحكام الشرعية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم الشيخ حسن ونفعنا الله بعلمكم. شيخ محمد عبد الله، نحن الآن سنقبل على عيد الفطر المبارك. هذا العيد شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وردت عنه سنن، وردت عنه عليه الصلاة والسلام فيه أعمال. قبل الدخول في هذه السنن والأعمال الحقيقة لو تفيدنا أيضا مزيدا من التعمق في حكمة العيد، بمعنى أن بعض الناس حقيقة يا شيخ محمد ليلة العيد تجده يبكي أشد البكاء ويحزن حزنا شديدا، رغم أنه وفقه الله عز وجل في فترة رمضان كامل وهو في عبادة وفي إقبال على الله عز وجل، فيستقبل العيد بهذا البكاء وهذا الحزن ويودع رمضان هكذا، في حين أن الله عز وجل أمر أننا نكبر الله بهذا. والتكبير فيه الظاهر أنه فيه، على كل حال أنا لا أريد أن أخذ الكلام عنك، يعني في هذه المعاني الحكم العظيمة ماذا شرع لنا العيد؟ لماذا نفرح؟ لماذا نأنس مع أننا ختمنا هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. لا شك ولا ريب أن أعيادنا تتصف بأنها أعياد طاهرة، يا سلام، وأنها أعياد
تبتهج لها النفس. كلما كان العيد مربوطا بشعائر الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا مكن هذا العبد من أن يبلغ مثل هذا الموسم العظيم الذي تشرئب إليه النفوس، ثم أنه بلغ هذا الشهر وتمكن من صيامه وقيامه واستودعه أعمالا كثيرة، لا شك أن الفرح سيكون أعظم مما تتخيل، بخلاف ما يفرح به الناس من لعاع الدنيا ومن متعها، فإنها تزول بزوال المتعة، ولكن هذا يبقى أثره في نفسك حتى بعد أن تتجاوز هذا الموسم العظيم. نعم. ويبقى أثره معك إلى أن تلقى الله جل وعلا، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفرحة عند لقاء ربه. يا سلام. حينما تكون بهذه الحيثية. يا سلام. فبالتالي نحن مطالبون، كما أننا اجتهدنا وبذلنا وركعنا وسجدنا وصمنا وجعنا وفعلنا، مطالبون أيضا أن نفرح فرحا عظيما في مثل هذا الوقت. يا سلام. قل بفضل الله وبرحمته، هذا فضل. نعم. فضل من الله ورحمة. يعني مهما قلنا في هذا الموسم من كلام فلن نوفيه حقه مما استودعه الله عز وجل من الأفضال ومن الرحمات ومن البركات. والله لو نظرت إليه وتمعنته ستجد أن البركة والرحمة تكتنفه من جميع النواحي. فالله جل وعلا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. حق لنا أن نفرح، وحق لنا أن نسعد سعادة بالغة. أما الإخوة الذين يعني تخنقهم العبرة، أنا حقيقة أنا لا ألومهم. أنت الآن ستفارق موسم عظيم، صحيح أنا معك، ينبغي أنه في مثل هذه الوقت أن يفرح الإنسان فرحا عظيما، ولكن الإنسان تخنقه العبرة لفراق مثل هذا الموسم العظيم، وأنه يعني سينتظر سنة كاملة حتى يعود إليه، وربما لا يعود. فبالتالي تجد بالذات كبار السن تجدهم في مثل هذه اللحظات يبكون. أنا أذكر في مسجدي في السعودية كان عندنا شايب تعدى عمره 100 سنة، ما شاء الله. والله 100 سنة كان يصلي في الصف الأول، في آخر الصف الأول على الكرسي. فكان يأتيني على نهاية رمضان في الليلة الأخيرة، يأتيني يحتضنني ويبكي بكاء مريرا. قال: يا ولدي الحمد لله، ولكن هل أنا سأعود العام القادم؟ وتكرر 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 إلى أن تركت المسجد، ثم مات بعد ذلك رحمه الله. فهكذا فهؤلاء يبكون لفراقهم هذا الموسم، وليس يعني حزنا لأمر آخر، ولكن أيضا هي لحظات وتنتهي، وتبقى الفرحة العارمة للمسلمين أجمع. ولذلك الطابع العام للأمة الإسلامية أنها تفرح بمثل هذا الموسم العظيم، تفرح لأنها أدت، ولأنها صامت، ولأنها قامت، ولأن الله عز وجل وفق العباد في مثل هذا الموسم العظيم. ولذلك أيها الإخوة، نحن نقول الفرح بحد ذاته عبادة. هذا الفرح عبادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم أن الفرح هو جزء من شكر الله جل وعلا، ولتكملوا العدة أحسنت. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا من شكر الله عز وجل على ما امتن به علينا من إكمال شهرنا من صيام وقيام وصالح الأعمال. فبالتالي الفرح في مثل هذا اليوم يعني سبحان الله، الفرح يجتاح الجميع، الصغير والكبير والذكر والأنثى، الفقير والغني. نعم. سبحان الله. صحيح. أنا حقيقة يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السلف المبالغة في البكاء، المبالغة في العويل، المبالغة في النياحة ليست من السنة أبدا، وليس من هدي السلف. احنا ما قلنا انها من السنة يا شيخ، ليس من هدي السلف. هذه مشاعر يا شيخ برهان، مشاعر. حتى لو كان هذه مشاعر ليس الآن وقتها. ما ذكرته أنت في الفرحة، وأن الفرحة عبادة، وأن إبراز هذه العبادة وتهنئة الناس بوجه بشوش واستبشار بما فتح الله عليك من الصلاة، هذا مقصود الشارع الحكيم.
حقيقة هذا البكاء الذي تحدثت عنه أنا ما رأيته ليس في ليلة العيد، ما رأيته أنا في الليلة الختامية لشهر رمضان اللي في ختم القرآن. لا، من ضمن في هذه الأوقات أعمال، من ضمن نعم. أعمال ختم القرآن البكاء والتضرع. أيوه هنا. لكن ليلة العيد في هناك ليلة من العيد يبكي يا شيخ. ما رأيت أحدا يبكي. لا، واحدين يبكوا للأموات طبعا، ها؟ واحدين يتذكروا أموات وكذا. لا، يقول لك أنا ما رأيت، أنا رأيت في الحرم النبوي وفي لا، ما الحرم رأيت. المكي يقعدون يبيحون ويبكون. إيش هذا يا أخي؟ ليس هذا من السنة في شيء في أبدا. ليلة العيد ما في إلا الفرح. ليلة العيد رأيت الشيخ كظم أخاك. محمد بن عثيمين رحمه الله في عام 1406 عفوا 1406 و7 و9 أيام كنا طلاب في ذهب. يعني يأتي إليه الشيخ بعد صلاة آخر يوم من ليلة رمضان وداخل كذا، كان يأتي إليه والشيخ محمد يعني يهنئهم ويبتسم في وجوههم ويبارك لهم وكذا. صحيح. هذه هي يعني حتى ننقل الصورة الطيبة لهذا الدين العظيم. عندي دين وليس دين نياحة، وليس دين بكاء، وليس دين تشاؤم. شفقانين يا أخي. والله وليس دين تشاؤم. هو وضع الندى في يعني ضع كل شيء في مكانه. ضع كل شيء في مكانه. صحيح. يعني لا تحول يوم الفرح إلى حزن. أي نعم. مثل الذي يلقي كلمة وعظية في يوم زواج، أو يتكلم عن أحكام الطلاق في يوم الزواج. يعني شوف كيف يا أخي يتكلم عن الموت وكذا في يوم الزواج. يعني إلقاء المواعظ والكلمات أصلا في الزواج غير مناسب. صحيح. زواج يا أخي، زواج يوم فرح ويوم دفوف ومباركة وونسة، وإذا في أشعار جميل، صحيح. إذا في طرب من غير موسيقى جميل لا بأس بذلك. أما تعظني في هذه اللحظات. فلذلك جزاك الله خير، طرح جميل أن الفرحة عبادة. نعم لا شك. تفرح لأنك تطبق هذه. يوم يقول لك الله افرح. وإذا قال الله لك من ضمن عاجل بشرى المؤمن هذه القضايا، الفرحة من عاجل بشرى المؤمن. الفرح بالطاعة. يا سلام. أيوه، أن يفرح الإنسان بطاعة الله هي سبحان من المبشرات. يعني حسن أنا كنت أبغى أسألك، هذا السؤال كان موجه إليك. مفرد فرح في القرآن الكريم كم مرة وردت، وفي أي معرض وردت؟ هل تستحضر؟ كم وردت؟ لا ما استحضرها. لكن إنه لفرح فخور. إنه لفرح. نعم. مثلا والله لا يحب كل مختال فخور. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. يعني لكن في هذه الآية بالذات قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فليفرحوا. أمر كأنه أمر. سبحان الله. هو على كل ورد هي في سياقين، في الإطار الكلي وردت في سياقين. في سياق فيه ذم. كل السياقات التي فيها ذم ستجد أنه فرح لا علاقة له برحمة الله وفضله أبدا. نعم. كلها فرح بطل. أيوة، الفرح المذموم. نعم. الفرح المذموم. وبالتالي الفرح المذموم كثير، نسأل الله السلامة. لكن عندما يرتبط الفرح بطاعة الله ويرتبط برحمة الله فهو من عاجل بشرى المؤمن. يا سلام. وكما جاء في بعض الأحاديث عندما يفرح الشخص، حتى في سياق أحيانا يتداخل مع الرياء، لكن النبي نفى عنه الرياء، إنك أنت والله أن ترى في طاعة فتفرح. فيقول هذا من عاجل بشرى. يا سلام. يا سلام. مشاهدي الأكارم، الناس يمدحوه من غير ما مشاهدي الأكارم قال هذا من عاجل بشرى المؤمن. نعم. عندنا فاصل ونرجع إليكم. يا أخي الفاصل هذا ما له داعي. الفاصل ونعود إليكم مأمورين. الشعب الإريتري المسلم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسرني أن أدعوكم إلى مجلس المعايدة في يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 5:30. نهنئ بعضنا بعضا ونبارك بعضنا بعضا ونعيش جو من التهنئة والأخوة والمحبة. وفي ذلك أيضا مسابقات وطرح أسئلة وفاعليات جميلة جدا. لا تفوتكم هذه الفرصة، وبإمكانكم أن تهنئوا جميع أحبابكم
من خلال قناة سلام في جميع أنحاء العالم. ندعوكم إلى ذلك، وأهلا وسهلا بكم في يوم الاثنين القادم إن شاء الله، أولى أيام العيد، تمام الساعة 5:30 عصرا. يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كبرى تعذبتنا، طعومات تعذبتنا، تي في سلام كما تقولون لكم نعد معكم من عيلة سوني المزدلقية مجمل يا عيد الفطر المبارك. أبدوكنا إن شاء الله مبروك عيد كنبهال أو خاني وددر له مسابقات له هدايا له. كابدوكم وين سخاتكم من بيت سبكم أبملوا عالم دلو تهني أنا عيد كتبوهم تقولوا كل عام وأنتم بخير. نصبيكم لنا سوني معلتي ساعات 5 فرقان 9 شمنتين إن شاء الله. عيد مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، عدنا والعود أحمد. الشيخ حسن، تطرقنا عن يوم العيد ومقاصده العظيمة ولماذا ربنا سبحانه وتعالى شرعه. حدثنا شيخنا الكريم عن ليلة العيد، ما هي السنن الواردة في ذلك، ثم حدثنا عن يعني خلينا فيما يتعلق بسرد السنن نتركها للشيخ محمد عبد الله، لكن حدثنا عن حكم صلاة العيد من حيث الحكم الشرعي. هل هي فرض عين أم هي فرض كفاية؟ حول هذا نقاش جميل تطرحه لنا شيخ. بارك الله فيك. هي على كل قيلت فيها 3 أقوال. جميل. صحيح. وهنالك من ذهب إلى أنها فرض عين، وهنالك من قال بأنها فرض كفاية، وهنالك من اعتبرها سنة مؤكدة. صحيح. فالأقوال كلها، ولكن كشعيرة على مستوى البلد لا بد أن تؤدى. فالقول الوسط في قضية أنها فرض كفاية هذا فيما يتعلق كشعيرة، لا بد مدينة كاملة أو قرية كاملة أن تخلو من صلاة عيد. هذه أحيانا قد تستوجب القتال على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إنهاء شعيرة كاملة من الممارسة، فما بالك بشعيرة العيد. هذه من الشعائر الكبيرة اللي فعلا لها ارتباط بالملة كملة. لكن بعد ذلك الحنابلة مثلا يرون أنها واجب عيني على كل شخص حتى لو لم يؤديها مع الناس يؤديها. ونحن طبعا السادة المالكية احنا الحنابلة نرى انها فرض عين. الأحناف هم الذين يقولون بهذا. الأحناف والحنابلة يقولون بفرضية صلاة. الأحناف والحنابلة هذول يرونها. نعم. يا سلام. الشافعية هم الذين يرونها، يعني الشافعية والمالكية. لكن الأدلة مع من يا شيخ حسن؟ الأدلة مع من؟
صلاها النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وصلاها الصحابة، هل تخلف أحد عن صلاة العيد؟ لا، حسب هي اطلاعك. لا، ما في تخلف، ما في تخلف. الصحابة ما بما نعلم. يتخلفون، الصحابة حتى في القضايا البسيطة حتى في السنن ما كانوا يتخلفون يتخلفون. رضي الله عنه. أي نعم. لكن يبقى بعد ذلك البحث في النصوص كلها حتى تستجمع على كل الأدلة. فإذا أردت من ناحية علمية هذا نقاشها طويل يعني. لكن نحن نقول بأن الرأي الوسط في قضية أنها فرض كفاية باعتبارها شعيرة جامعة يجب أن تؤدى بمجموعها فرض كفاية، لا تسقط عن المجموع. نعم. طيب شيخ حسن، معليش يعني خلينا نناقشك شوية. هو النقاش العلمي العميق لا، لكن استحضار الأحاديث حتى الجمهور يعرفون كيف اهتم بها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أداها وأمر إخراج النساء العواتق نعم، وذوات الخدور وذوات الخدور والحيض. حتى لما قالت أم عطية إن إحدانا لا تجد جلبابا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تلبسها أختها من جلبابها. تمام. هذا الاهتمام كله يا شيخ حسن يدل على ماذا؟ أنا لا أريد أن أفرض القول بأنها هي فرض عين، لكن على الأقل نقول اهتموا بهذه الطاعة، أخرجوا أبناءكم ونساءكم وأطفالكم. إخراج هذا الجمع الكبير وحضورهم خارج المسجد النبوي وخروجهم إلى المصلى، وحتى الحائض ليش تخرج؟ قال لك تشهد منافع. علق حول هذا يا شيخ حسن. لا، نحن أول في مسألة الحث عليها والتحريض عليها وحضور، هي بلا شك آكد من التراويح التي ظللنا نحن نعمل عليها شهر كامل. ما في كلام، لا خلاف في أنها آكد وأكثر إلزاما وأكثر يعني حثا عليها الشارع هي صلاة العيد، باعتبارها أنه فعلا منزلتها عظيمة وشعيرة من الشعائر. التراويح النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس حرص أن لا يستمر عليها حتى لا تفرض خشية. بينما صلاة العيد لا، النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليها طيلة حياته، وحرص عليها الصحابة رضوان الله عليهم الخلفاء الراشدين، وبالتالي شكلت أنها اعتبرناها شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام. وبالتالي الذين يقولون بأنها فعلا واجبة من هذه الزاوية كلامهم صحيح. هذه الزاوية زاوية إنه والله حرص النبي صلى الله عليه وسلم، ملازمته صلى الله عليه وسلم عليها، الحض عليها، يعني الإشارة إلى أن من فاتته عليها أيضا أن يصليها. هذه الإشارات كلها تدل على أنها من الصعب أن تقول أنها فعلا سنة مؤكدة وتتجاوزها يعني. فهي من هذه الزاوية صحيح لا بد الناس أن تحرص إن شاء الله على يعني حتى الذي مثلا أهمل في صلاة التراويح وأهمل في الطاعات في رمضان ثم يعني حضر صلاة العيد مع الناس، نعم. ألا يشمله الخير يا شيخ حسن؟ بلا شك هذه سبحان الله من الأشياء اللي كنت أحب أنبه عليها. المحافل الكبرى تتجلى فيها نفحات الله. يا سلام. يعني مثلا عرفة فيها تجليات، يا سلام. العشر الأواخر فيها تجليات، ليلة القدر فيها تجلي، صبيحة العيد هذا لا يمكن أن يمر هكذا. ما العمق في قول ولذلك سبحان الله لذلك هنا لما يحضر الناس حتى قضية المرأة الحائض، داير أقول لك هذا، لما تأتي المرأة الحائض إيش أن يكون والله تحضر مشاهد المسلمين وبركات الدعاء لكن فيها بعد آخر، هم القوم، هذا الجمع العظيم لا يشقى بهم حتى من كان ما هو مخاطب بهذه اللحظة يأتي للصلاة، لكن يكون حول الناس. نعم. يعني الحديث معروف طبعا لما قال أما هذا جاء لغرضه وجاء لحاجته، ما جاء للصلاة. إذا نقول يا أخي الذي أنت قصرت في صلاة التراويح الحق بصلاة العيد. تعال. فلعل الله سبحانه وتعالى يعني يتداركك برحمة، يتداركك بدعاء، يتداركك بشمول ما ينزله الله في هذا اليوم من بركات على عباده، فقد تشملك هذه المسألة. نص الحديث قال وأخرج الحيض يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. يا سلام. إذن يعني كما تفضلت ففي هذا الجانب فيها حضور الدعوة، فيها البركات، فيها هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كل ذلك إن شاء هل الله. ورد شيء من مصافحة الملائكة
للمصلين في صلاة العيد، نعم ورد في صلاة الأضحى، في عيد الأضحى ورد، لكن في عيد الفطر هل ورد؟ أنا ما يحضرني إذا الشيخ قال، لكن أنا ما ما أعتقد. وأنا ما أعرف شيء، بس حبيت أسألكم يعني هل هناك فضل معين في صلاة العيد؟ كفى أن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب شيخ حسن، قبل أن أنتقل للشيخ محمد، ما الحكمة من خطبتي العيد؟ نعم، موضوع الخطبة يعني خطبة خطبتي ولا خطبة؟ هي خطبتي العيد، أليس خطبتان؟ يعني اسمها خطبة فيها خلاف بين لكن العلماء. يعني منهم من يجلس. لا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه خطب خطبة واحدة، ثم أنه ذهب إلى النساء ليعظهن، ولا يمكن أن تعتبر ذهابه لوعظ النساء خطبة ثانية، وإلا خطب خطبة واحدة عليه الصلاة والسلام. هي على كل في كل أحواله، سواء سميناها خطبة الجمعة وهما أولى وثانية، هي خطبة الجمعة. فخلينا نحن الآن نعتبرها خطبة العيد. خطبة العيد فيها على كل التذكير بآلاء الله ونعمه وفضله ورحمته وشكر الله سبحانه وتعالى على كل هذه النعم. لا بد أن يستحضر الإنسان من خلال هذه الخطبة والتذكير في هذا الجانب. الأمر الثاني أيضا فيها تذكير بقضية الأرحام وصلة الأرحام واجتناب المنكرات وما يصاحب عموم الأعياد والعياذ بالله من بعض المخالفات. فيجب على الإمام أيضا أن ينبه الناس حتى لا يتصوروا بأنه والله الانتقال إلى الفرحة هي خروج عن النص كما يقول، خروج عن الأحكام الشرعية. لا، أنت تفرح ولكن في دائرة الحدود الشرعية، في دائرة المباح. شكرا الشيخ حسن سلمان على هذا الطرح. الشيخ محمد عبد الله، الآن سنأتي من حين أن تدخل أو يدخل علينا تغرب الشمس. نعم. تغرب شمس رمضان ويهل علينا قمر هلال شوال. من هذه اللحظة إلى أن ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام من مصلاه، حدثنا عن سنة العيد. مما لا شك فيه أن المسلم ينبغي له أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. يا سلام. لا شك أن الهدى والهداية هي في اتباع أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا ثبت يعني دخول هلال شوال أو ليلة العيد أنه يكبر في الأسواق وفي البيت وفي أي مكان كان. تمام. تكبير هكذا إلى أن نصل إلى بداية صلاة العيد، التكبير يستمر. وكذلك في صبيحة يوم العيد صفة التكبير شيخ محمد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا سلام. هكذا يكبر المؤمنون ويرفعون أصواتهم، وهذه طبعا تعتبر من أعظم الشعائر التي ينبغي أن يظهرها المسلمون. يعني لا ينبغي أن يكون هناك تخاذل في التكبير. الآن نشهد في الآونة الأخيرة أننا إما ألا نكبر أو أننا وكأننا نكبر على استحياء. يعني حتى في المصليات تجد أن التكبير ضعيف، بينما يفترض أن المصليات ترتج بأصوات المكبرين. أظن ورد عن أبي هريرة وابن عمر كان يذهبان إلى السوق ويكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. نعم، هكذا ينبغي، لأن الله جل وعلا يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا التكبير من شكر الله. نعم. يا سلام. هذا التكبير هو جزء من شكر الله عز وجل. إذن الواجب على طلاب العلم والمشايخ والعلماء أن ينزلوا في الأسواق. نعم. في هذه الليلة بالذات ويكبروا الله عز وجل ويكبر أجل أن إحياء السنة، إحياء شعيرة. الناس للأسف بقت تستحي، سبحان الله، تستحي من صحيح. لا، مرة واحد قال للآخر سمعه يكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال يا أخي خفض صوتك لا يسمونك إرهابي. والله بهذه الطريقة يا شيخ حسن. وهذه من المصائب. قال يا أخي خفض صوتك لا يسمونك إرهابي. الله أكبر، إرهابي.
من أجل أنك كبرت الله. لأن التكبير مخيف على فكرة ترى. ها؟ التكبير مخيف. مخيف لأعداء الله. نعم. هذا فهم خطأ. نعم لا توجه شك. خاطئ. لا شك أننا يعني أنت عارف إيش المصيبة التي كنت أقصدها؟ أننا بدأنا نترك بعض الشعائر بحجة ألا يعتبرون إرهابيين. أي والله. وهذه مصيبة. لا يا أخي، نحن سنمارس شعائرنا، قالوا ما قالوا، نحن لم نقاتلهم ولم نحاربهم، نحن يعني في وكلمة وضعنا. الله أكبر يحبها المؤمن. أي مؤمن يسمع الله أكبر يفرح قلبه. وأي كافر أو علماني لا يحب هذا الدين يشمئز قلبه منها. صح. كما في الآية ذكر الكريمة. الله وحده. صحيح. ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم والعياذ بالله يستبشرون. بعدين في خطورة شيخ برهان، من يترك طاعة الله وشعائر الإسلام طاعة للمشركين قد يكفر والعياذ بالله. نعم. إن أطعتموه قال إنكم لمشركون. فأنت الخوف هنا نعم. إنك أنت والله تترك ما أمرك الله به خشية الناس. يعني المفترض يعني الأسواق، السوبر ماركتات، المطارات، أماكن تجمع الناس، المفترض تظهر هذه الشعيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا يعني. أكمل يا شيخنا. نعم. فإذا أصبح المؤمن بعد صلاة الفجر ينبغي له أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ما عنده من لباس، ثم قبل أن يخرج من بيته يأكل تمرات وترا، واحدة أو ثلاث أو ما شاء الله له أن يأكل. شوف هذه سنة مفقودة. نعم. إلا من رحم الله. نحن في بيتنا الحمد لله، والوالدة نسأل الله عز وجل أن يمتعها بالصحة والعافية، حريصة تأتي بالتمر، تعال يا ولدي تأكل قبل أن تخرج. يعني بعض الأسر وأنتم منهم إن شاء الله ممن آتاكم الله عز وجل هذا الفضل، لكن كثير من البيوت أصلا لا يحبون التمر. كيف؟ صحيح؟ لا يحبون التمر. في أحسن من التمر. يعني لو أكل حبة واحدة من قده يعني. فبالتالي إحياء هذه السنة ولو لم يكن محبا للتمر، يعني نفسية قد لا تحب أنت، لكن أحيها يا أخي في بيتك. ولو واحدة، أو لو تمرة واحدة. نعم. يعني عود أبنائك وزوجتك وأخوانك وأخواتك أن يأكلوا تمرة واحدة. فجزا الله خير والدتكم أن ربتكم على هذا. والدتي وزوجتي جزاهما الله خير الجزاء، حريصان على هذه السنة حرصا منذ يمكن أكثر من 20 سنة. الحمد لله. والحمد لله. الحمد لله. فبالتالي هذا الأكل أو هذه التمرات التي كان يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام إعلاما بأن اليوم ليس يوم صيام، إنما هو يوم فطر. هل يجوز صومه؟ لا يجوز، يحرم تماما. وهذا جزء من الفرح الذي عناه الشارع الحكيم في مثل هذا اليوم، الفرح بهذا الفضل العظيم. أنت الآن انتهيت، والآن أعلن الفرح بفطرك في هذا اليوم. ولذلك السنة اقتضت أن الإنسان يبدأ يومه يعني في افتتاحه للخروج يأكل من هذه التمرات حتى يعلن أنه ليس بصائم. وهكذا. الله في لفتة هنا مهمة، الصيام لا يتوافق مع الفرح. الصيام هو فترة عبادة وذكر. يعني أنت الآن لما يكون في حفلة عرس تصوم الناس؟ ما تصوم، تأكلهم وتشربوا. لازم تطعمهم وتشرب. ما تصوم الناس. نعم. أولم ولو بشاة. نعم. أولم عبد الرحمن بن عوف بشاتين. نعم. وأولم النبي عليه الصلاة والسلام لصفية بثريد. نعم. الثريد. بالحيس. نعم. بالحيس. وفي زوجة أخرى هي إحدى أمهات واحدة الصحابيات صنعت له ذلك أي نعم. ففرحة لابد معها طعام، أو تأتي لهم ببسكوتي. أيوة بسكوتي. حج ياسين بسكوتي. الله يمسي عياله بخير ويوفقهم رحمه الله رحمة واسعة. هذا ممن أحيا سنة التعدد في بلادنا. كان عنده 4 نسوة. تحية عطرة لعم ياسين بسكوتي رحمه الله رحمة واسعة. الشاهد أنه الفرحة يأتي معها طعام وشراب وكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته في هذا اليوم يوم العيد وقد أكل التمر وترا.
وقال لك وفرحة عند فطره، يا سلام حينما يفطر يفرح. يا سلام. فبالتالي هذا الأكل الذي يأكله النبي عليه الصلاة والسلام تمرات فهو إعلان لأنه هذا اليوم ليس يوم صيام، إنما هو يوم فطر ويوم فرح، ثم يخرج إلى المصلى. جميل. يذهب إلى المصلى. وفي المصلى أيضا نكرر ونقول ينبغي للمؤمن أن يرفع صوته بالتكبير، يجلل هذا المكان بالتكبير. هل يمشي ماشيا؟ الأفضل والسنة أن يمشي بقدميه المشي إذا نعم. كان المصلى قريب. نعم المشي طبعا إذا كان بعيدا كما هو في الحال في كثير من الدول ينبغي أن، لكن إذا كان المصلى قريبا مثلنا الآن هنا، الأفضل أن الواحد يمشي على قدميه. ولأن المشي على الأقدام، وأنت تعرف يا شيخ حسن في بلادنا بالذات في أسمرة وربما في بقية المحافظات الناس ما يركبون سيارات رغم أن المسافة بعيدة. كل أهل حي يخرجون من مسجدهم يحملون هذه الأعلام وهم يكبرون وترتج الطرقات إلى أن يصلوا المصلى. نعم. والنساء بالزغارير. ما يا شيخ حسن في هذا حكمه؟ والله على كل هو طبعا لم يثبت، لكن لا أتصور أنه يمنع، لأن له أصل. أي له أصل يا شيخ حسن. ما مر علي. أصل التكبير. نعم لا ولتكبروا الله على ما هداكم. هم الآن هم له أصل، لكن الاجتماع في التكبير ربما فيه نظر. لا هذه الإشكالية الوحيدة. ولكن مع هذا يا شيخ برهان والله أنا معني لا أؤيد هذا إلا أنه هذه أفضل من ضعف التكبير. هذه السكوت أفضل لأنه فيها إظهار الشعيرة وإظهار القوة وإظهار العزة نعم. بالإسلام، وخصوصا في بعض البلدان اللي فيها ضعف للمسلمين. هذه يا شيخ حسن أنت عارف أن النصارى عندنا في أسمرة والله النساء النصارى يخرجن يعني سعيدات، مش سعيدات كمان، يعني ودهم يكونوا معنا في الوضع هذا. سبحان الله. نعم. يعني بعض النساء ترى تزغرد. نعم. لما ترى هذا يأتون بالعنبابة ويرمون وكذا. يعني شعائر جميلة عندنا. وتزغرد من خارج شباكها صحيح. وبيتها تزغرد هكذا. يا سلام يا سلام. نعم. يعني في حقيقة إظهار للفرحة، لكن تأصيلها شرعيا كيف يكون؟ هو هذا الذي حقيقة يحتاج أهل العلم أن يبحثوه. نعم. وأن يؤصلوا له تأصيلا شرعيا ويوجد له مخرج حتى يكون الناس متبعين، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح. ولا يتصور أن الصحابة كانوا لا يكبرون إذا خرجوا من بيوتهم. إذا خرجوا من بيوتهم كانوا يكبرون الصحابة رضوان الله عليهم. وبيوت المدينة كانت منتشرة، وكان المصلى خارج المسجد النبوي على بعد 2 كيلو تقريبا، ما يسمى اليوم بمسجد الغمامة. نعم. ما يسمى مسجد الغمامة من مكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسجد الغمامة حوالي كيلوين يعني 1700 متر. في أي اتجاه؟ في أي اتجاه؟ باتجاه القبلة شرقا. يعني شرق جنوب شرق باتجاه جنوب شرق. شفت محطة القطار العثماني؟ تذكر محطة القطار العثماني؟ لا. مسجد الغمامة، مسجد الأتراك، هذه نحن الذين نعرفها. نحن عشنا في المدينة زوار حسن زائر فقط. في هذا المكان كان يخرج المسجد، وبيوت الصحابة كانت خلف. إذا خروجهم بهذا الاتجاه أنا أجزم أنهم كانوا يكبرون الله عز وجل كذا. على كل حال الآن مسألة تحتاج إلى مراجعة. طيب نحن أوشكنا على نهاية الحلقة، بقية السنن يا شيخ حسن لو تكملها لنا. أيوة، في من ضمن السنن موضوع زكاة الفطر في هذه الصبيحة أو في ليلة يعني الأفضل إنه تجب قبل صلاة العيد يكون كل الزكوات وصلت إلى مستحقيها. أيضا الاستماع إلى خطبة إذا الخطبة، يعني بعض الناس يتعجل طبعا وينصرف. طبعا صفة الصلاة لو سريعا. صفة الصلاة هي عبارة عن ركعتين. نعم. الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام يكون فيها 7 تكبيرات. 7 ولا 6؟ 7 تكبيرات. نعم 7 تكبيرات. 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام؟ مع تكبيرة، لا من غير تكبيرة الإحرام. 8 تكبيرات؟ هكذا عندي نسمع من الشيخ. لا هي عموما أظن فيها خلاف في العلماء، 7 و8 أو 6 و7 على الذي أعرفه.
لأن عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام. نعم، فهي وهكذا هذيك 7 نعم. مع تكبيرة الإحرام، نعم. وهذه 6 مع تكبيرة الرفع. نواصل. ما طيب. تعرفها إلا إذا كنت إمام لا، على كل في صلاة العيد. بعدها يقرأ الإمام طبعا الفاتحة وسورة، نعم. ويعني زي صلاة الجمعة العادية، صلاة الجمعة، بس فيها التكبيرات. الفرق هنا في مسألة التكبيرات وفي السور. كان النبي أحيانا يقرأ بسورة قاف، أحيانا بيسبح اسم ربك الأعلى، الغاشية، القمر. هذه تقريبا السور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت شيخنا. ثم الخطبة بعد من فاتته الصلاة كيف يصليها؟ من فاتته يصلي يعني يصليها بنفس الصفة؟ بنفس الصفة. بنفس الصفة. ومن لحق بالإمام أيضا أو فاتته لحق ركعة واحدة يقضيها بنفس الصفة. بنفس الصفة. نعم. جميل. حكم الاستماع إلى الخطبة؟ يستحب الاستماع إلى الخطبة، والأفضل أن لا يفارق الإنسان المصلى حتى. فيها حديث عن النبي عليه أيوة. الصلاة نعم. والسلام. نعم. إنا نخطب فمن شاء فليجلس ومن شاء فليذهب. يا سلام. اللهم صل وسلم على محمد. طيب، هل في العودة سنة؟ في العودة السنة أن يعود بغير الطريق الذي قدم منه. نعم. والتكبير هنا طبعا خلاص، يعني التكبير في يوم العيد يتوقف مع الصلاة. يتوقف مع الصلاة ويعود بعد ذلك إلى بيته بغير الوجهة، بغير الطريق الذي قدم منه، ثم يبارك لأسرته وأطفاله وجيرانه، ويلتزم في كل ذلك بالضوابط الشرعية. طيب، حقيقة كنا نريد أن نسأل أيضا عن حكم توزيع الحلوى وحكم إفراح الأطفال ببعض المبالغ والهدايا. هل هذه من السنة؟ هل لها أصل في الشرع؟ لكن انتهى بنا. هي داخلة في التوسعة عموما. داخلة في التوسعة عموما. على كل حال كنا نريد أن نناقشها نقاشا علميا يا شيخ محمد، ما في حاجة كذا لا تمشي. لا تضيق على المسلمين، وزعوا حلوياتكم وأعطوا عيدياتكم، جزاكم الله خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله يبارك فيك. لا نضيق، لكن نتعلم السنة. تعلمنا الحمد لله. نتعلم السنة ولا نضيق يا شيخ. صحيح. لما نتعلم السنة ونتعلم في السنة فسحة. في السنة فسحة. نعم. هذا الرد العلمي. الحمد لله. انت تضيق الأكارم. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن نرفل بالصحة والعافية والإيمان. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى بلادنا سالمين غانمين، وأن نعيد ونكبر مع إخواننا الذين يكبرون في الشوارع، ونصلي في مسجد الخلفاء الراشدين، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا إن شاء الله معكم غدا ويوم الاثنين 5:30 إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.